الشبيبه الكيسانك هذا مولاه يقول كنت نتمشى به رقدت جيت نوض ما حبش ينوض. قال شعل في الطابلو التيموان تاع الادبلو باللون الاحمر وبجنبه 0 كيلومتر، علما انه الادبلو في الريزرفوار راهو في الماكس، يعني الريزرفوار راهو معمر بالادبلو. وصل عندنا للورشه كما تشوفوا في الباركينج، كي جينا نوضوا ديريكت نفس المشكل اللي صرا. عندنا هنا الشبيبه حل مؤقت نقدروا نديروه بالسكانر، اننا نقدروا نوضوا السياره لمدة 50 كيلو متر فقط، وبعدها راح تحبس وما تزيدش تنوض. بعد ما اكتبينا الخاصية هذه كما تشوفوا شلدنا التيموا باللون الأصفر وبجنبه 50 كيلو متر. دخلنا السيارة للورشة وسكانينا باش نشوفوا المشكل من واش بالضبط. كما تشوفوا هنا واش خرج عندنا في السكانر، اخرج باللي كاين مشكل في السيستم ان او اكس، يعني راهو كاين مشكل في السيستم تاع الادبلو، راهو اكتيف، يعني المشكل هذا راهو دائم ماهوش مؤقت. المشكل هذا الشبيبه خلينا من حكايه المازوت اورو 3 والسياره مخدومه على الاورو 6. كاينه حاجه اخرى ثاني، الادبلو اللي قاعد يتباع على برا لازم الواحد يعرف واش يشري ومنين يشري، لانه فيه وعليه نحكي على الكاليتي تاع الادبلو. بعد ما حكينا مع مولاها قال باللي نسبريمي عليا المشكل هذا ونحيه، اكيد فيه جارونتي يتمشى ما يزيدش يسمع بحاجه داخله في السيستم اونتي بولوسيون تشعل في الطابلو. السيارة أكيد في الورشة، بصح لازم نحطوها على البون إليفاتار. علاه لازم نطلعوها باش اللي بيرو البارشوك تاعنا من الليكاش اللي حاكمين فيه كامل، وخاصة الرفارف اللي يجوا على جنب فوق الروضة، هذو اللي راكم تشوفوا فيهم بدينا نحيوهم غير بشوية. وموراها ثاني كيف الجاردرو ولا كاين اللي يقول له باساج دورو، ثاني كيف لازم نحوه على البارشوك باش يتليبيرا البارشوك تاعنا ويتنحى الاز بلا ما يصرى أي مشكل فيه. مورا ما نحينا الرفارف والباساج ديرو لازم نحو ثاني كيف الكاش موتور اللي يجي من تحتها. كاينين زوج لازم يتنحاو باش البارشوك ما يبقى حاكم في حتى حاجه من تحت. موراها نبداو نحو البارشوك تاعنا غير بشويه. كما تشوفوا البارشوك تاعنا راهم ليبيري ما حاكم في والو. عندنا الفيشه برك تاع لي كابتور لازم نحوهم، ونحو ثاني كيف تاع لي زيسوي غلاس. عندنا هنا كما تشوفوا الشبيبه الكابتور تاع ليرباك. بصح هذا ما يكفيش، لازم نحو حتى لو بروتكسيون اللي يجي على ترافيرسا تاعنا باش ما يكون عندنا حتى اشكال وقت ما نرجعوا ونركبوا الكابتور تاعنا. كما تشوف التيو هذا كامل باش يديتكتي اي مشكل ولا اي حادث لا قدر الله يكون في السياره من الامام. موراها نحو عندنا البولونات في زوج على جنب، في جنب الاخر ثاني كيف غوش دروات باش نقدروا اللي بيريو الترافيرسا تاعنا الاز. كما تشوفوا نحينا ترافيرسا تاعنا. عندنا هنا كما تشوفوا الشبيبه البريزيدار هذو وش خدمتهم كي تكون تتمشى في الطريق نتاع هو اللي يضرب لاكالوندر من لافون. هذو يقيديوه باش يدخل للرادياتور ديريكت. عندنا الاولى الرادياتور تاع لاكليم، بصح شوفوا معايا هنا الرادياتور سيكوندير اللي حكينا عليها اللي قلنا ما لازمش تفرغ منها الليكيد ريفرواديسمون. علاش؟ لانها ديريكت هي فايته للابومب اوكسيليير. لابومب اوكسيليير لو كانت تفيده من الماء الشبيبه راح تخرج الطوموبيل تكوبي وتهبل وتخرج مشكل تاع تيراج، وحتى لو كانت برجيها راح يطول معاك المشكل هذا. يتسمى باش نتفادوا المشكل هذا الشبيبه نخلوا الرادياتور سيكوندير فيها الليكيد ريفرواديسمون ونخلوها جنب مع الرادياتور تاع لاكليم تاعنا. الرادياتور الاساسيه كما تشوفوا الشبيبه نحو عليها برك ليكاج من الفوق والتحت بعد ما فرغنا الماء منها، ونحينا لا دوريت تاعنا ثاني كيف نحوها بها بالارماتير بها بالفونتيلاتور باش تعطينا الاتساع اللازم. هذا هو الموتور تاعنا كما تشوفوا فيه 05 ال، هذا فيه تقريبا 204 حصان. اول ما نحو لاصون تاعنا من الفاب شوفوا معايا كيفاش راهي مكراسيه. موراها نحينا هنا البورت فلتر اير الشبيبه باش يعطينا الاتساع نقدروا نحو الفلتر ابارتيكيل تاعنا مع الكاتاليزار الاز. كما تشوفوا نكملوا نحو هنا ليكولي اللي جايين من تحت، وكاينه حتى ليكولي تاع التيربو من الفوق باش نقدروا نحوه 100% ونخدموا عمليه الميكانيك على برا الاز. هنا عندنا الفيشه كما تشوفوا الشبيبه اللي جايه من الفوق بجنب لا رومب هذه تاع الكابتور ديفيرونسيال. موراها نكملوا نحو ليكولي تاعنا، واكيد الفلتر ابارتيكيل على اتصال مباشر مع التيربو نحوه من الفوق ثاني كيف نحو السيبور من تحت باش نقدروا نجبدوا الفلتر ابارتيكيل تاعنا. كما تشوفوا هذا هو الفلتر ابارتيكيل. مورا ما نحيناها الشبيبه كاينه ثاني عندنا البارتي الدوزيام، لانه الفلتر بارتيكيل يجي من الفوق، وكاينه عندنا ثاني كيف فلتر برك يجي من تحت حتى هو لازم يتفيدا في عمليه لا سيبريسيون تاعنا. كما تشوفوا نحينا لي كولي افون ابري في زوج نحيناهم نهبطوا عندنا هنا الفلتر بارتيكيل تاعنا الدوزيام.
بعد عملية الحذف الميكانيكية الشبيبة وتنظيف الفلتر أبارتيكيل بجزئيه مع الكاتاليزير، نعاود نرجعوه لبلاصتو باش نبداو عملية التركيب، لأننا كملنا الجزء الميكانيكي من عملية الحذف الخاصة بالفلتر أبارتيكيل، لأن العملية اللي تبقات هي الإلكترونية مع الأدبلو وحتى لافانوجيير. نعاودو نرجعو لي صوند تاعنا كل بلاصة ولا كل صوند لبلاصتها، عندنا ثاني كيف ليكولي نرجعوهم، موراهم نعاودوا نركبوا الرادياتور تاعنا لبلاصتها، نحطوا لها الفيكساسيون تاعها في كل بلاصه، وهذه لازم نتاكدوا منها. نرجعوا ثاني كيف ليكاج تاعنا بكل من الفوق ومن تحت وحتى على جنب. حكينا ثاني كيف على البريزيدار تاعها شبيبه، موراها نعاودوا نحطوا الرادياتور سيكوندار. كما تشوف الرادياتور سيكوندار مازالوا لي ديريت لاصقين فيها، يتسمى الماء مازال كاينه في الجهه هذه، وباذن الله ما عندنا حتى مشكل. تبقى لنا هنا الرادياتور تاع لاكليم الشبيبه، حطينا هنا البريزيدار تاعنا اللي نحيناهم. عندنا هنا ثاني كيف نرجعوا الترافيرسات تاعنا نحطوها في بلاصتها نفيكسيوها. مورا ما فيكسينا الترافيرسات تاعنا بالبالن اللي نحيناهم في الاول، نعاود نرجعوا البروتكسيون تاعنا اللي يجي تحتها التيو تاع الايرباغ، نرجعوا الفيشه تاع الايرباغ. موراها نرجعنا البورت فلتراير نحطوه في بلاصتو، نركبوا الكولي تاعو ثاني كيف نجو هنا نركبوا لافيش تاع لي ديتيكتور اللي يجوا في لافون ثاني كيف الكاميرا لافون، ونحطوا البارشوك تاعنا. مورا ما حطينا البارشوك تاعنا زيرناه ورجعنا الكاج اللي نحيناه في الاول، نرجعوا ثاني كيف الكاج اللي يحكم لنا الهواء داخل للموتور. هذا الكاج شبيبه مخدوم على اساس انه الموتور يكون صوته اقل. نرجعوا الرفارف تاعنا لبلايصهم كما تشوفوا. هذه هي رجع الماسك افون كما نقولوا، والله رجع البارشوك به بالاكسسوار تاعو لبلاصتو. بقى لنا الكاش موتور من تحت ثاني كيف انفكسوه بشويه. موراه نعاود نرجعوا ثاني كيف الجزء الثاني الخاص بالفلتر ابارتيكيل. حاجة أخرى نقولها لكم الشبيبة، الكيو 5 هذا وكاين حتى الكودياك وكاين حتى الكيو 3 وغيرهم من السيارات الجديدة في جروب فولكس فاجن اللي يجي فيهم الكالكيلاتور موتور هذا في البوش يكون الهاردوير تاعو الاش 22، لأنهم في السوفت وير تقريبا كيف بصح يختلفوا في الهاردوير. عندهم طريقة خاصة لعملية الحذف يتسمى لازمت لهم اوتي سبيسيال. هنا رانا نخدموهم الحمد لله ومع الجارونتي أكيد. بعد عملية لا سيبريسيون الكترونيك نوض السيارة كما تشوفوا، ما عندنا حتى ديفو فيها. خرجنا نسيوها في الطريق التيري ما شاء الله، ما عندنا حتى لومبا من غير لومبا برك هذيك تاع الضوء. اما نحكي على لي لومب اللي خاصين بالموتور ما عندناش. هذه هي الشبيبه عمليه خفيفه حبيت نشاركها معكم. مرحبا بكم ورانا في الخدمه دائما مع تحيات جروب ميكانيك العلمه. نختم كالعاده هذا المقطع بالصلاه والسلام على رسول الله، في امان الله، السلام عليكم.